السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات. إن شاء الله النهاردة هنحاول نغطي المراجعة الأولى للصف التاسع منهج كويتي. معاكم الأستاذ شادي نصار. أتمنى لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله هنغطي النهاردة مراجعة أولى هتفيدكم في امتحان الفاينل. بسم الله. 6 ضرب جذر 49 قسمة 7/10 دائري ناقص 9 ضرب 6. دي العمليات على الأعداد الحقيقية. هنخلصها ازاي يا جماعة؟ الستة اهي، جذر 49 7 ضرب 7 هاخد 7 بس. القسمة 7/10 دائري اللي هي 7/9 ناقص 9 ضرب 6. 6 ضرب 7، القسمة تحول إلى ضرب تبقى 9/7 ناقص 9 في 6 ب54. السبعة بتروح مع السبعة. 6 ضرب 9 54 ناقص 54 هيدينا 0. المسألة التانية جذر 100/16. 100 لها جذر 10 ضرب 10 باخد منها واحدة بس. 16 4 ضرب 4 هاخد منها واحدة، ده جذر تربيعي. ضرب 8 ناقص 5 أس 2 اللي هي 5 ضرب 5 25 على 4 فالواحد على 4 فالاتنين. 2 ضرب 10 20 ناقص 25 هيطلع -5. إذا اختلف الإشارتين في الجمع والطرح نضع إشارة الأكبر مع الطرح. اللي بعدها 8 ضرب جذر 25 يبقى 8 ضرب جذر 25 5 قسمة 6/10 دائري اللي هي 6/9 زائد 4 ضرب 9 36. 8 ضرب 5 40. القسمة تحول إلى ضرب تبقى 9/6 زائد 36 على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها الاتنين. 0 على 2 فيها 0 يبقى 40 على 2 فيها 20. 20 ضرب 9 بحط 0. 2 ضرب 9 18 قسمة 3 زائد 36. ممكن نبسط على 3 فالواحد على 3 فيها 6 تبقى 60 زائد 36 يبقى 0 زائد 6 6 6 زائد 3 9. جذر 2 الاتنين ملهاش جذر. جذر 8 8 ملهاش جذر يبقى فكر ان انت تدمجهم مع بعض. لو دي ملهاش جذر ودي ملهاش جذر يبقى فكر ان انت نحط جذر واعمل 2 ضرب 8 زائد 5/10 دائري اللي هي 5/9 ضرب 3/5. الخمسة راحت مع الخمسة على 3 فالواحد على 3 فيها 3. جذر 16 زائد هنا 1 ضرب 1 1 3 ضرب 1 3. جذر 16 4 زائد تلت اللي هي يا جماعة 4 وتلت. حتى الصح والغلط مسائل سهلة أو اختار مسائل سهلة. لازم تفكر لما يجيلك شكل زي ده. 27 ملهاش جذر تربيعي والتلاتة ملهاش جذر تربيعي ممكن نعملهم قسمة بعض. يعني ايه؟ الأول نختصر على 2 فالواحد على 2 فعلى 4. الأربعة ضرب 3 12 ناقص هعمل جذر كبير كده ويبقى 27 على 3. 12 ناقص جذر 27 على 3 فيها 9 يبقى جذر 9 كام؟ 12 ناقص جذر 9 3 يبقى 12 ناقص 3 9. يبقى الإجابة بتاعتي رقم ألف. طيب نشوف هنا المسألة دي. أوجد قيمة كل مما يأتي. إذا كانت س بتساوي 3 هعوض مكان الس ب3. دي معناها 3 ضرب س يبقى هنا 3 ضرب 3 ناقص 6. 3 ضرب 3 9 ناقص 6 اللي هي تطلع 3. مسألة مباشرة وسهلة. أوجد مجموعة الحل كل مما يأتي. ده مطلق. المطلق 5 س ناقص 3 بتساوي 8. ده عدد موجب على طول إما أو. ومعمل كده يا إما 5 س ناقص 3 هتساوي 8 أو 5 س ناقص 3 هتساوي -8. ده هتروح بإشارة معاكسة يبقى 5 س هتساوي 8 زائد 3 يبقى 5 س هتساوي 11. هنقسم على 5 تبقى س تساوي 11 على 5. طب وهنا ده هتروح بإشارة معاكسة يبقى 5 س تساوي -8 زائد 3 يبقى 5 س تساوي إذا اختلف الإشارتين نضع إشارة الأكبر مع الطرح. هنقسم على 5 تبقى س تساوي -1. يبقى مجموعة الحل في ح مجموعة الأعداد الحقيقية 11 على 5 و-1. هنا يا جماعة مطلق يساوي عدد موجب إما أو على طول، بس من حق إن أنا أخلي الرمز الأول أبدل ده داخل المطلق. يبقى ممكن أن نظبطه أحسن. يبقى ص ناقص 1 بيساوي 4 وده أفضل.
نعمل إما أو، يا إما الصاد ناقص واحد هتساوي أربعة، أو الصاد ناقص واحد هتساوي سالب أربعة. ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى صاد هتساوي أربعة زائد واحد، يبقى صاد هتساوي خمسة. طب ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى صاد هتساوي سالب أربعة زائد واحد، تبقى صاد هتساوي سالب تلاتة. يبقى مجموعة الحل هتساوي المجموعة خمسة وسالب تلاتة. لو المطلق سوى صفر، لو المطلق سوى صفر ده معادلة عشان بينهم يساوي. لو المطلق سوى صفر مفيش إما أو، مفيش حاجة اسمها صفر وسالب صفر يا جماعة. هنقول تلاتة س زائد سبعة هتساوي صفر على طول. ده هتروح بإشارة معاكسة، تلاتة س تساوي سالب سبعة، هنقسم على تلاتة عشان نتخلص من العدد اللي جنب السين. تبقى س هتساوي، ده هتروح سالب سبعة على تلاتة، يبقى مجموعة الحل هتساوي سالب سبعة على تلاتة. هنا برضو إما أو، طالما هو مطلق يساوي موجب، يبقى إما اتنين س زائد تلاتة هتساوي سبعة، أو اتنين س زائد تلاتة هتساوي سالب سبعة. ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى اتنين س هتساوي سبعة ناقص تلاتة، يبقى اتنين س هتساوي أربعة، هنقسم على الاتنين تبقى س هتساوي كام؟ اتنين. ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى اتنين س تساوي سالب سبعة ناقص تلاتة، اتنين س تساوي سالب عشرة، هنقسم على الاتنين على العدد المضروب في السين، يبقى س هتساوي سالب على موجب سالب، عشرة قسم اتنين خمسة. يبقى مجموعة الحل في ح هتطلع اتنين وسالب خمسة. يا جماعة لازم تحل ده بإيدك عشان تركز فيه كويس، لازم تحله بإيدك. نفس الحكاية مطلق يساوي صفر، مفيش إما أو على طول، يبقى تلاتة س زائد سبعة هتساوي صفر. ده هتروح بإشارة مخالفة، يبقى تلاتة س هتساوي سالب سبعة، هنقسم على التلاتة يبقى س تساوي سالب سبعة على تلاتة. يبقى مجموعة الحل بتساوي سالب سبعة على تلاتة. نفس الأفكار يا جماعة، مش هنكرر كتير، هي نفس الأفكار. هنخش على المتباينة. س ناقص، أوجد مجموعة حل كل من المتباينات التالية في ح ومثلها على خط الأعداد. س ناقص خمسة أصغر من الاتنين، برضو نفس الحكاية، هنتخلص من سالب خمسة تروح هنا بإشارة معاكسة، يبقى س أصغر من اتنين زائد خمسة، تبقى س أصغر من سبعة. هقول له إيه؟ أصغر من سبعة، يبقى ماشي في السالب ما لا نهاية، يبقى سالب ما لا نهاية وسبعة. سالب ما لا نهاية دائما مفتوحة، وسبعة مفيش هنا فيها يساوي، فأنا هفتحها. أصغر من سبعة يبقى أنا السبعة مفتوحة ورايح للسالب ما لا نهاية، دي ما لا نهاية وده سالب ما لا نهاية. طيب هنا متباينة متكونة من 3 أطراف، أول حاجة تخلص فيها هي الزائد أو النقص، يبقى هتخلص من الموجب تلاتة، هننقص هنا تلاتة وننقص هنا تلاتة وننقص هنا تلاتة، يبقى واحد ناقص تلاتة، اتنين صاد زائد تلاتة ناقص تلاتة، 11 ناقص تلاتة، دي راحت بقت اتنين صاد أكبر من أو يساوي واحد ناقص تلاتة. إذا اختلف الإشارتين نضع إشارة الأكبر مع الطرح. 11 ناقص تلاتة 8، هنقسم على العدد اللي مضروب في الصاد، هنقسم هنا على اتنين، هنقسم هنا على اتنين، هنقسم هنا على اتنين، تبقى صاد أكبر من أو يساوي سالب واحد وأقل من أربعة. يبقى مجموعة الحل عندك رقمين حطهم اهو، يبقى سالب واحد وأربعة. سالب واحد فيه هنا إيه؟ يساوي، فأنا هغلقه فترة مغلقة، والأربعة فترة مفتوحة، جزء مفتوح. يبقى على خط الأعداد تمثيل على خط الأعداد سالب واحد وأربعة، السالب واحد مفتوح والأربعة مغلق، ونلون المنطقة دي. خلاص يا جماعة، دي مجموعة إيه الحل. طيب مطلق، شوف بقى الناس اللي بتتلخبط، لو كانت أصغر سهلة، لو كانت أكبر إما أو. خلاص كده لازم نفرق بين الاتنين دول، لازم نفرق بين الاتنين دول، وبيجوا كتير في الامتحانات الفاينل. طيب لو كانت أصغر هقوم عامل كده، يبقى س زائد اتنين أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي. طب لو أصغر يبقى أصغر أكبر وأصغر بس، مبحطش يساوي. يبقى إمتى بحط اليساوي؟ لو كانت في الأصل في يساوي. هنا هحط سالب خمسة وهنا هحط خمسة، يبقى أنا هاخد العدد ده بإشارة معاكسة أحطه هنا مع قوس الجمعي، وأحط نفس العدد ده هنا، يبقى س زائد اتنين أكبر من أو يساوي سالب خمسة وأصغر من أو يساوي خمسة. هنتخلص من الاتنين، يبقى سالب خمسة ناقص اتنين، هنعكس إشارتها، خمسة ناقص اتنين، يبقى هنا سالب سبعة، ده س ده راحت، وهنا خمسة ناقص اتنين تلاتة. يبقى مجموعة الحل برضو نفس الحكاية، سالب سبعة وتلاتة. ده مغلق وده مغلق عشان هنا يساوي هنا يساوي. وحتى لو مثلتها على خط الأعداد سالب سبعة ولا تلاتة فترة مغلقة. أكبر إما أو على طول، وأعمل كده، يا إما ميم زائد اتنين أكبر من أو يساوي الأربعة تكتب كما هي،
أو م زائد 2 أصغر من أو يساوي سالب 4. يبقى لو الأكبر يعني بق السمكة رايح للرمز ده معناها أكبر، ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى م أكبر من أو يساوي 4 ناقص 2، يبقى م أكبر من أو يساوي 2. طب وهنا ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى م أصغر من أو يساوي سالب 4 ناقص 2، تبقى م أصغر من أو يساوي سالب 6. أنا لما أقول لك م أكبر من أو يساوي 2 معناها 2 إلى ما لا نهاية، الما لا نهاية مفتوح والاتنين مغلق عشان فيه يساوي. وهنا أصغر من أو يساوي سالب 6، يبقى سالب ما لا نهاية وسالب 6، ده مغلق وده مفتوح، أحط بينهم اتحاد، لا تنسى الاتحاد. يبقى دي مجموعة الحل، هي الفترة دي اتحاد الفترة دي، الفترة دي اتحاد الفترة دي، الفترة دي اتحاد الفترة دي. نفس الحكاية، ده أصغر وده أكبر، يبقى أصغر هيبقى س زائد 4 أكبر من وأصغر من سالب 7 و7. هنخلص من الأربعة، يبقى سالب 7 ناقص 4 س زائد 4 ناقص 4 7 ناقص 4، ده راحت بقت س أكبر من سالب 11. 7 ناقص 4 3، يبقى هنا سالب 11 و3 وفترات مفتوحة عشان مفيش هنا يساوي. طيب طبعا تمثيل على خط الأعداد سهلة، ده سالب 11 وده 3، فترة مفتوحة كده متظللهاش وتظل اللي بينهم بس. طب ده ظبط الأول المطلق، خلي الرمز الأول يبقى الاتنين ناقصين، خليها س ناقص 2 أكبر من 7، من حقك أنت تظبط المطلق ما بداخل المطلق. يبقى هنا خلي الرمز الأول أفضل، يبقى س ناقص 2 أكبر من 7 على طول، أكبر يبقى إما أو، يبقى إما س ناقص 2 أكبر من 7 أو س ناقص 2 أصغر من سالب 7. ده هتروح بإشارة معاكسة، يبقى س أكبر من 7 زائد 2 تبقى س أكبر من 9. ده هتروح بإشارة مخالفة، يبقى س أصغر من سالب 7 زائد 2 يبقى س أصغر من سالب 5. شوفوا يا جماعة مجموعة الحل تطلع ازاي. أكبر دي معناها مجموعة اتحاد، فترة اتحاد فترة. شوف بقى س أكبر من 9 يبقى 9 إلى ما لا نهاية، 9 فترة مفتوحة عشان مفيش يساوي، وهنا مفتوحة ما لا نهاية، اتحاد. أصغر من سالب 5 معناها سالب ما لا نهاية، وسالب 5 فترة مفتوحة. صح ولا غلط؟ دي أسئلة سهلة أنت ممكن تعملها بروحك، حلها كأنها مواد. أحل بس كام حاجة كده في الصورة العلمية أو القياسية. اكتب بالصورة العلمية يا جماعة، عشان تكون العدد في الصورة العلمية لابد أن يكون على يسار العدد، على يسار الفصل عدد غير الصفر، من 1 لغاية 9 على يسار الفصلة. يبقى أنا همشي كده، أدي 1 2 3 4 5، تبقى معناها 4.56. الأصفار مش متكاتفة، ف10 أس. أنت مشيت كام واحدة؟ أدي 1 2 3 4 5، يبقى 10 أس 5. طب هنا أنا هرجع، يبقى من اليمين لليسار الأس ده بيزيد. أنا هرجع كام خطوة؟ أدي 1 2 3، تبقى 3.42 ف10 أس -3، يبقى من اليسار لليمين الأس بينقص. طب اكتب بشكل نظامي سهلة، 10 أس 4 يعني الفصل هتتحرك 4 مرات، أدي 1 2 لسالب 2، يبقى أنا أحط إيه؟ صفرين. طيب 10 أس -3 يبقى الفصل هيتحرك كده، العدد بيقل، هيتحرك 3 خانات، ادي كده 1 لسالب 2، يبقى نحط صفرين. في الجمع والطرح سهل جدا، الجمع زي الطرح، انا احل واحده فيهم، هي الجمع هي الطرح، ما بتفرقش. في الجمع والطرح باخد عامل مشترك، ايه اللي اشترك هنا؟ ال10 أس 7 مشترك، فانا هاخد 10 أس 7 عامل مشترك. ايه اللي اتفضل لي هنا؟ 2 و2 من 10 زائد ايه اللي اتفضل لي هنا؟ 3 و5 من 10، يبقى 10 أس 7 ضرب، اجمع الاتنين دول، 2 و5 7 فاصلة 3 و2 5، بقت في الصورة القياسية. لو ما كانتش في الصورة القياسية كنا كملناها في الصورة القياسية. طب الضرب والقسمة برضو هي نفس الأفكار لو انت بتركز. اضرب الاتنين دول في بعض واضرب الاتنين دول في بعض. استنى هنشوف كده، 3 4 و3 من 10 ضرب 5 ضرب 10 أس 2 ضرب 10 أس -4، مفيش جمع ولا طرح، ده ضرب سهل جدا. اضرب دول كده، 5 في 3 15، 5 مع الواحد، 5 في 4 ب20، 21 فاصلة بعد رقم في 10 أس. هنا ما يكون الأساس نفس الأساس، في الأسس بنجمع
بنجمع الأسس. نجمع الأسس لما يكون الأساس نفس الأساس في الضرب بنجمع الأسس. 2 زائد -4 اللي هي -2. طيب الفاصلة هنا مش في وضعها القياسي، العدد ده مش في وضعه القياسي، يبقى أنا عايز أحوله هنا، أحركها هنا خانة. يبقى أنا هزود في الأس، مش من اليمين لليسار بنزود، تبقى 5.1 ضرب. اما أجي أزود ده 1 -2 زائد 1 يطلع لي -1. ركز فيها أنا عملتها ازاي. طيب واحد بيقول لي طب ده الاسم صعب، هعمل لك الاسم برضه مفيش مشكلة خالص. 6.3 ضرب 10 أس -4 على 7/10 أس 2. ما تقسم ده على ده وده على ده وخلاص. هنشوف كده. 63 قسمة 7 9، الفاصلة بعد رقم. و10 اما اجي اقسم، اما اجي اقسم هقسم ازاي؟ بطرح الأسس. لما يكون الأساس نفس الأساس بطرح الأسس، يبقى -4 ناقص 2 تبقى -6. في الطرح لما يكون الأساس نفس الأساس بطرح الأسس. طب أنا من كده مش في الصورة القياسية، احنا اتفقنا ان الفاصلة لازم يكون على يسارها من 1 لغاية 9، يبقى الفاصلة دي تتحرك هنا، هتتحرك هنا، يبقى هننقص من ده 1 كمان، هتبقى 9/10 هتحرك يمين، هتحرك يمين، هتحرك يمين، يبقى 10 أس -7. شاطرين. ماشي يا جماعة. انا عايز اعمل شوية تحليل برضو من الناس اللي واقعة في التحليل. التحليل سهل جدا، بيجي في الامتحان لازم، وممكن نخش في المعادلات ومعاكم في صف 12. فنشوف كده بعض من مسائل التحليل. س تكعيب زائد 1 ده اما اجي احلله تحليل كامل، ده مكعب وده مكعب، بعمل قوس صغير وقوس كبير. جذر تكعيبي للاول س، جذر تكعيبي للتاني 1، اشارة الاوسط، هربع ده يبقى س تربيع، اربع الواحد، ده ضرب ده بعكس الاشارة، س ضرب 1 س، ده موجب صح، بعكس الاشارة نخليها ايه؟ سالب، تبقى دي -س. ماشي يا جماعة. طب نشوف التانية. قوس صغير قوس كبير، جذر تكعيب الاول س، جذر تكعيب للتمانية 2، اشارة الاوسط، اربع ده س تربيع، اربع ده موجب 4، ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى -2 س، س في 2 ب2 س. نفس الحكاية قوس صغير قوس كبير، جذر تكعيب الاول جذر تكعيب للتاني، اشارة الاوسط، اربع ده س تربيع، اربع ده 25، ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى -5 س. قوس صغير قوس كبير، نفس المسألة يا جماعة. جذر تكعيب ده يبقى 2 لام، جذر تكعيب 125 5. يعني ايه جذر تكعيب؟ يعني كل 3 مضروبين في بعض نفسهم نفس بعض باخد منهم واحد، ده يعني 125 5 ضرب 5 ضرب 5 جذرها التكعيب يبقى باخد 5 بس. اشارة الاوسط، اربع ده يعني اضربه في نفسه، 2 لام ضرب 2 لام 4 لام تربيع، اربع الخمسة 25، اضرب ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى -10 لام. هنا 125 ده مكعب، س تكعيب ده مكعب، ده مكعب ده مكعب ده مكعب، يبقى برضه فرق بين المكعبين، لازم تتأكد ان هما كلهم مكعب. جذر تكعيب الاول يبقى 5 س، جذر تكعيب ده 64 جذرها تكعيب 4، اشارة الاوسط سالب، 4 اهي، صاد تكعيب صاد، عين تكعيب عين، اربع ده يبقى 25 س تربيع، اربع ده يبقى زائد 16 صاد تربيع عين تربيع، ده ضرب ده بعكس الاشارة، ده سالب يبقى ده بقت موجب، 5 في 4 ب20، س مضروبة فيهم يبقى س صاد عين. مفيش اي حاجة خالص. قوس صغير قوس كبير، جذر التكعيب الاول الواحد ده مكعب، ما هو 1 ضرب 1 ضرب 1 1، ناخد جذر تكعيب 1. جذر تكعيب 8 صاد تكعيب 2 صاد، اشارة الاوسط، اكعب ده 1، اربع ده قصدي 1، اربع ده يبقى موجب 4 صاد تربيع، ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى زائد 2 صاد. الناس اللي بتغلط من ده 27 من 1000، اللي هي عشان ما تغلطش 27 على 1000 ناقص صاد تكعيب. ممكن احللها كده وممكن احللها بسرعة عشان مفيش مشكلة. اعمل قوس صغير قوس كبير، جذر تكعيب الاول اللي هي 3 على 10، جذر تكعيب 27 3، وجذر تكعيب 1000 10، ناقص جذر تكعيب صاد تكعيب صاد، اربع ده يعني اضربها في نفسها، 3 على 10 ضرب 3 على 10 9 على 100،
اربع ده صاد تربيع، ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى زائد 3 على 10 صاد. ممكن تحولها الى صورة عشرية مفيش مشكلة. قوس صغير قوس كبير، جذر تكعيب الاول يبقى لام، جذر تكعيب الميم اس 6 ميم اس 2 زائد نون، اربع ده لام تربيع ميم اس 4، اربع ده نون تربيع، ده ضرب ده بعكس الاشارة يبقى سالب نون لام ميم تربيع. ده كلها حاجات سهلة بقى. تحليل المربع الكامل، ايه اللي عرفني ده مربع كامل؟ لازم الاولاني يكون مربع كامل، يعني لازم الاولاني يكون مربع، الحد الاول مربع كامل يعني رمز ضرب نفسه او علامة ضرب نفسه، يعني له جذر تربيعي، والاخير اللي هو الثالث له برضو جذر تربيعي المربع كامل، والاوسط هي عبارة عن جذر الاول ضرب الجذر التاني في 2. خلاص كده يا جماعة. لازم الاول يكون موجب، لازم الاخير يكون موجب، الاوسط ما تفرقش موجب او سالب، يبقى في 3 شروط لازم في المربع كامل. تحليله قوس لكل تربيع، هاخد جذر تربيعي للاول صاد، جذر تربيعي للثالث واحد اشارة الاوسط، بس نفس الحكاية قوس لكل تربيع، جذر تربيعي للاول، جذر تربيعي للتاني 3 باء اشارة الاوسط. طب هنا ده مش مربع، طب ده اعمل ايه؟ لازم تفكر في العامل المشترك، يبقى ناخد س عامل مشترك، اقسم ده صدر لي س تربيع ناقص 6 س تربيع على 6 س بقت 6 س زائد 9 س. عشان اتاكد ان ده مربع كامل تعال نشوفه كده مربع كامل. قوس كل تربيع، خلي بالنا التربيع اللي فوق، خلي بالنا التربيع اللي فوق. الاول مربع كامل موجب، والاخير مربع كامل موجب. الاوسط جذر س تربيع س، جذر الاخير 3 في 2 ب6 يبقى مظبوط. لازم الاوسط اللي هو 2 ضرب جذر الاول ضرب جذر الثالث. طيب اخد جذر تربيع للاول س، جذر تربيع للتلاتة اشارة الاوسط سالب. خلاص كده يا جماعة. كل المسائل يعني تعال نحل دي كده. بيقول لك ايه؟ اوجد قيمة ج التي تجعل كل من الحدودات الثلاثة مربعا كامل. انا عايز ج عشان تبقى ده مربع كامل. الحد ده حد اوسط ولا مش حد اوسط؟ حد اوسط. الحد الاوسط قانون اهو بقى، فرصة نكتبه اهو، موجب او سالب 2 ضرب جذر الاول ضرب جذر الثالث. لو انت حفظت ده خلاص. موجب او سالب 2 جذر ده 2 س ضرب جذر ده 9 ص، موجب او سالب 2 ضرب 4 2 ضرب 2 4 ضرب 9 4 في 9 36 س ص. طب انت عندك س ص موجودة، يبقى الجيم بكام؟ 36. ممكن بموجب او سالب مش تفرق. طيب هنا وظف مفهوم المربع الكامل لإيجاد قيمة كل مما يأتي. 103. طب ما أنا ممكن أخلي 103 هي عبارة عن 100 زائد 3 الكل تربيع، بجيبها أقرب حاجة للأصفار. يعني لو 102 تبقى 100 زائد 2، طب لو 97 يبقى 100 ناقص 3، طب لو 98 يبقى 100 ناقص 2، طب 51 تبقى 50 زائد 1، طب 49 يبقى 50 ناقص 2. خلاص. ونفك ده، نفكه ازاي؟ احنا خدناه السنة اللي فاتت. فكه مربع الأول، يعني نضرب ده في نفسه 100 ضرب 100 اهي، خلاص، زائد ده ضرب ده ضرب ده 100 في 3 ب300 في 2 ب600 زائد ده ضرب نفسه 9. خلاص يا جماعة. تاني مربع الأول، والأول ضرب التاني ضرب 2 100 ضرب 3 ضرب 2، ومربع التاني ممكن تحط 10,000 قدامك، ال9 هي أحاد تحطها هنا، و600 نحط 6 في المئات بس. خلاص. يبقى انت وظفت المربع الكامل في ايجاد قيمة بسرعة. ماشي يا جماعة. واحد عايز المسألة دي مفيش مشكلة نحلها له كده. نشوف كده في عندنا عامل مشترك س س مفيش س، صاد مفيش صاد، يبقى مفيش رموز عامل مشترك. نشوف 12 36 27، ممكن ناخد التلاتة عامل مشترك. نقسم كده يبقى 4 س تربيع، 36 قسم 3 12 س صاد، 27 على 3 فيها 9 صاد تربيع. 3 المربع الكامل قوس لكل تربيع، جذر الأول 2 س، جذر الأخير 3 صاد إشارة الأوسط. إن شاء الله حاولوا تعملوا الفيديو ده عشان الناس كلها تستفاد. أنا عامله بوجه الله تعالى، مش محتاج أي
منكم إلا الدعاء فقط. حل تحليلا كامل. تحليل الحدوديات الثلاثة سهلة جدا. اما يكون عندي ثلاث حدود مرتبين ترتيب تنازلي حسب الأسس، أسس رمز معين س مثلا، خلاص. طيب وفي نفس الوقت مفيش معامل لس تربيع، يبقى نحلله على طول عن طريق قوسين. س تربيع عبارة عن س ضرب س 9، هي عبارة عن 3 ضرب 3 أو 9 ضرب 1. أنا عايز مجموعهم يكون 10، يبقى 9 ضرب 1. الاتنين إشارة الأوسط. جبناها ازاي؟ تاني، اما يكون الحد الأخير موجب يبقى أنا عايز عددين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 10. لما يكون الحد الأخير موجب يبقى أنا عايز عددين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 10، والاتنين إشارة الأوسط. طيب تعالى ناخد دي كمان قوسين. س تربيع عبارة عن س ضرب س، 10 2 ضرب 5 أو 10 ضرب 1. هناخد ايه؟ أنا عايز مجموعهم 7، يبقى 2 ضرب 5. الاتنين إشارة الأوسط. ليه الاتنين إشارة الأوسط؟ طالما الحد الأخير موجب. طيب هنا س ضرب س، الحد الأخير هنا ايه؟ سالب، يبقى أنا عايز عددين حصل ضربهم 12 والفرق بينهم 4. ال 12 حاجات كتير، 2 ضرب 6 أو 3 ضرب 4 أو 12 ضرب 1. أنا عايز الفرق بينهم 4، يبقى أنا هاخد 2 ضرب 6، يبقى 2 ضرب 6. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. الناس اللي بتتلخبط، لما يكون الحد الأخير سالب الكبير بياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. يبقى لما يكون الحد الأخير سالب الاتنين عكس بعض في الإشارة، الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. اعمل ده بإيدك عشان تركز فيه. ده هنا س ضرب س، 27 عبارة عن 3 ضرب 9 والفرق بينهم 6. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. طيب 40 عبارة عن حاجات كتير، 5 ضرب 8 أو 2 ضرب 20 أو 4 ضرب 10. كل ده 40، عشان كده جدول الضرب مهم. كل ده 40، بس أنا عايز عددين حصل ضربهم 40 ومجموعهم 14، تبقى س ضرب س 4 ضرب 10 والاتنين إشارة الأوسط. طيب 22 هي عبارة عن 22 ضرب 1 أو 2 ضرب 11. أنا عايز الفرق بينهم 9، يبقى 2 ضرب 11. س ضرب س 2 ضرب 11. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. خلاص كده يا جماعة. هنا نفس الحكاية، س ضرب س 63 7 ضرب 9. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه، عشان لو الفرق بين 7 و9 هو 2. طيب برضو س ضرب س 56 7 ضرب 8 والكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه، الفرق بينهم 1. هنا التلاتة ما نفكرش في المقص إلا لو كان مفيش عامل مشترك. طب في هنا التلاتة ممكن ناخد عامل مشترك، يبقى ناخد التلاتة عامل مشترك. هقسم ده على ده س تربيع، 12 على 3 فال 4 س، 9 على 3 فال 3. خلاص اتحللت. 3 وقوسين، العامل المشترك سيبه زي ما هو، س ضرب س 3 ضرب 1. الاتنين إشارة الأوسط، الاتنين عامل مشترك. اخد الاتنين عامل مشترك، اتفضل لي ايه؟ س تربيع زائد 7 س ناقص 16 على 2 فيها 8. 8 2 في 4 أو 8 في 1. طب أنا عايز الفرق بينهم 7، يبقى أنا هاخد 8 في 1. قوسين س ضرب س 8 ضرب 1. الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. هنا الناس اللي بتتلخبط، هنا 5 15 50. بيقولك خد 5 عامل مشترك اهي، ناخد ال5 عامل مشترك. ده على ده فات س تربيع، 15 على 5 في 3 س، 50 على 5 في 10 س تربيع. طيب 5 ونحلل قوسين، س ضرب س 10. أنا عايز الفرق بينهم يكون 3، يبقى 2 ضرب 5. ص تربيع هي ص ضرب ص. الكبير إشارة الوسط، هنا سالب يبقى هنا سالب وهنا موجب. طيب هنا الأربعة ممكن تتاخد عامل مشترك، كلهم يقبلوا قسم على 4. طب والسين وسين وسين يبقى ناخد 4. أصغر الأس هنا 3، هنا 2، هنا 1، يبقى ناخد أصغر الأسس عامل مشترك وافتح قوس. هقسم ده على ده، اتفضل لي س تربيع 24 على 4 فهي 6 س، س تربيع على س بقت س، 28 على 4 فهي 7 س راحت مع الس، تبقى 4 س وأعمل قوسين. س ضرب س 7 هي عبارة عن 7 ضرب 1. أنا عايز الفرق بينهم 6. صح، كبير إشارة الوسط يبقى ده موجب وده ايه؟ سالب. أنا عايز
نراجع اكتر قدر النهارده. فانا التحليل المقص هو مفهوم، هو نفس التحليل اللي فات، بس هنعمل كده 2 س تربيع عبارة عن 2 س ضرب س، واعمل مقص كده يا جماعة. طيب الخمسة هي 5 ضرب 1، انا عايز مجموعهم 7، يبقى اكيد مش هحط الخمسة هنا. 5 وضرب 1 ليه؟ وانا نازل كده بضرب 2 ضرب 1 2، وانا طالع كده بضرب 5 ضرب 1 1 س، يبقى 5 س. 5 و2 7 كده مظبوطين. دول بتاخدوا في قوس ودول بتاخدوا في قوس اهو، يبقى هما قوسين 2 س 5، وهنا س و1. طب الاشارات لما يكون الحد الاخير موجب يبقى 2 اشارة الاوسط، الاوسط هنا موجب يبقى هنا موجب وهنا موجب. طيب هنا نفس الحكاية، 3 س تربيع هي عبارة عن 3 س ضرب س. الستة هي 2 في 3 أو 6 في 1، أنا عايز مجموعهم 11، يبقى نقرب كده 3 في 2، وأنا نازل كده 9 وأنا طالع كده 2، مجموعهم 11 مظبوط. طيب يبقى هنا 3 س وهنا 2، باخد ده قوس وده قوس، وهنا س و3. طب الإشارات إما يكون الحد الأخير سالب يبقى الاتنين ياخدوا إشارة إيه؟ الأوسط. الحد الأخير موجب يبقى الاتنين إشارة الأوسط. معلش بقى تاني، لما يكون الحد الأخير موجب الاتنين إشارة الأوسط. طيب نفس الحكاية، ال4 س تربيع ممكن 2 س ضرب 2 س، وممكن 4 س ضرب س، وأعمل مقص. السبعة هي 7 ضرب 1 7 ضرب 1. تعال نشوف كده الفرق بينهم 3، وأنا نازل كده 4 وأنا طالع كده 7، الفرق بينهم 3 مظبوط. طب وأنا نازل كده 4 وأنا كده طالع 7، يبقى وأنا طالع أكبر، يبقى الأكبر إشارة الأوسط، يبقى ده موجب وده سالب. خلي بالك عشان الحد الأخير سالب يبقى الكبير إشارة الأوسط. يبقى هنا 4 س زائد 7، وهنا س-1، وهكذا. كل ده تحليل مقص تقدروا تكملوه. طيب ده 4 حدود، نحلله ازاي؟ شوف يا جماعة، هنقسم كل حدين مع بروحهم كده وبين القوسين زائد، هيبقى هنا س لام ناقص م س، وهنا لام صاد ناقص م صاد. مين اللي اشترك هنا؟ السين، اخد السين عامل مشترك خلاص. طيب اتفضل لي ايه هنا؟ لام ناقص م. ومين اللي اشترك هنا؟ الصاد عامل مشترك، اتفضل لي لام ناقص م. لام ناقص م ولام ناقص م، هاخد لام ناقص م عامل مشترك، اتفضل لي هنا س زائد صاد. سهل جدا ما فيهاش حاجة. برضو نفس الحكاية، خد اول 2 مع بعض وتاني 2 مع بعض وبينهم زائد. 4 س تربيع زائد 2 ألف س، وهنا 8 باء س زائد 4 ألف باء. ايه اللي اشترك هنا؟ هنا 4 وهنا 2، يبقى 2 عامل مشترك، وهنا س وهنا س، يبقى هناخد 2 س عامل مشترك. ده قسم ده، ال4 قسمة 2 س تربيع قسمة س 2 ألف س على 2 س. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 2 ألف س على 2 س، 2 س راحت، يبقى اتفضل لي ايه؟ ألف زائد. هنا 8 وهنا 4، باخد ال4 عامل مشترك. هنا باء، اقدر اخد باء عامل مشترك. 8 قسمة ال4 2 س زائد ال4 على 4 راحت، ألف باء على باء بقت ألف. تأكد القوس ده برضه بيطلع عامل مشترك، يعني 2 س زائد ألف عامل مشترك، اتفضل لي هنا 2 س زائد 4 باء. واقدر اخد الاتنين عامل مشترك تاني على فكرة يا جماعة، ما هو ده 2 س زائد ألف، وهنا 2 عامل مشترك، اتفضل لي س كل ده مضروب زائد 2 باء. مش كده؟ نفس الأفكار نفسها ما بتتغيرش في كل المسائل دي كلها. تعال نخش على حل المعادلة، الناس بتلخبط فيها. كلمة حل المعادلة يعني إيجاد المطلوب. طيب لازم تيجي في الامتحان الفاينل؟ بنسبة كبيرة لازم تيجي في الامتحان الفاينل. اما يجي يقولك أوجد حل المعادلة س تربيع زائد 10 س زائد 9، على طول بيساوي صفر، لازم كلهم في طرف والصفر في الطرف الآخر. أعمل قوسين أحلل على طول. ده س ضرب س، التسعة عبارة عن 9 ضرب 1. ليه ما قلتش 3 ضرب 3؟ عشان أنا عايز مجموعهم 10، عشان الحد الأخير موجب، الاتنين إشارة الأوسط. وافصل كده، هيبقى اما س زائد 9 هتساوي صفر، اما يكون قوسين مضروبين يساوي صفر، يا اما الاولاني يساوي صفر او التاني يساوي صفر، او س زائد 1 يساوي صفر.
ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي سالب 9. ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي سالب 1. يبقى مجموعة الحل سالب 1 وسالب 9. ده نفس الحكاية قوسين مضروبين يساوي صفر. س في س، مش هقول 10 في 1 هنا، لا أنا عايز 2 في 5 عشان مجموعهم 7. الاتنين إشارة الأوسط، وأعمل من كده يا إما س ناقص 2 هتساوي صفر، أو س ناقص 5 هتساوي صفر. يبقى س هتساوي 2 أو س هتساوي 5. يبقى مجموعة الحل تساوي 2 و5. طب دي أعمل إيه؟ دخل 21 هنا بإشارة معاكسة. س تربيع ناقص 4 س ناقص 21 يساوي صفر، بيساوي صفر. هنا س ضرب س، 21 3 ضرب 7. أما يكون الحد الأخير سالب يبقى الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. يبقى س زائد 3 هتساوي صفر، يبقى س هتروح ده بإشارة معاكسة يبقى سالب 3، أو س ناقص 7 هتساوي صفر، ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س هتساوي 7. يبقى مجموعة الحل هتساوي سالب 3 و7. هنا برضو يا جماعة نفك، نضرب ده ضرب ده وده ضرب ده. س ضرب س س تربيع زائد س ضرب 2 2 س. هندخل 3 بإشارة معاكسة يبقى سالب 3 بتساوي صفر. س ضرب س 3 ضرب 1، الكبير إشارة الأوسط والتاني عكسه. هنفصل، يا إما س زائد 3 هتساوي صفر، يا إما س ناقص 1 هتساوي صفر. يعني س هتساوي سالب 3 أو س هتساوي 1. يبقى مجموعة الحل هتساوي سالب 3 و1. يبقى نفس الحكاية يا جماعة. 2 طالما 9 لا تقبل القسمة على 2 يبقى منفعش عامل مشترك، يبقى ده مقص على طول. 2 س ضرب س. أعمل كده. 10 عبارة عن 10 ضرب 1 و2 ضرب 5. أنا عايز مجموعهم 9. هنشوف كده، يبقى 2 ضرب 5 أهي. 2 ضرب 2 4، 1 ضرب 5 5، مجموعهم 9 مظبوط. الاتنين إشارة الوسط يبقى الاتنين زائد. تبقى هنا 2 س زائد 5 أو س زائد 2. أفصل، يا إما 2 س زائد 5 هتساوي صفر، أو س زائد 2 هتساوي صفر. ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى 2 س هتساوي سالب 5. هنقسم على 2 تبقى س بتساوي سالب 5 على 2. ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي سالب 2. يبقى مجموعة الحل تساوي سالب 5 على 2 وسالب 2. المسألة اللي جنبها زيها بالظبط. طب دي محدش يتخض منها. س تربيع ناقص 6 س بيساوي صفر. أعمل إيه؟ ما فيهاش إلا أخد عامل إيه؟ مشترك. هاخد الس عامل مشترك. س تربيع على س بقت س، 6 س على س بقت 6 بيساوي صفر. حاجتين مضروبين، قوسين مضروبين، رمزين مضروبين بيساوي صفر. يا اما الاول يساوي صفر يا اما التاني يساوي صفر ومنفصل. يا اما س هتساوي صفر او س ناقص 6 هتساوي صفر. تبقى س هتساوي ده هتروح بإشارة معاكسة يبقى 6. يبقى مجموعة الحل عبارة عن 0 و6. هنا س تربيع ناقص 49 بتساوي صفر. ممكن تجيلك كده س تربيع بتساوي 49، ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده. هتودي ده بإشارة معاكسة تفضل مثلا. ده اسمها فرق بين مربعين. قوسين ده الفرق بين مربعين، ده مربع وده مربع وفي بينهم ناقص. هاخد س ضرب س. 49 هي عبارة عن 7 ضرب 7، 1 سالب 1 موجب. يا إما س ناقص 7 هتساوي صفر، أو س زائد 7 هتساوي صفر. ده هتروح بإشارة معاكسة يبقى س بتساوي 7، أو ده هتروح بإشارة معاكسة يبقى س بتساوي سالب 7. يبقى مجموعة الحل هتساوي 7 وسالب 7. برضو دي ممكن تعتبرها فرق بين مربعين، ده مربع وده مربع اهي. قوسين مضروبين يساوي الصفر. س ناقص 2 كل تربيع معناها س ناقص 2 في س ناقص 2. 36 6 ضرب 6، واحدة سالب واحدة موجب. نظبط القوسين الأول. هنا س ناقص 2 وناقص 6 ناقص 8، سالب 2 زائد 6 زائد 4. بحط إشارة الأكبر مع الطرح. أفصل، يا إما س ناقص 8 هتساوي صفر، أو س زائد 4 هتساوي صفر. ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي 8، ده هتروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي سالب 4. يبقى مجموعة الحل بتساوي 8 وسالب 4. ده نفس الحكاية هتظبطها يا جماعة، مش في حاجة. حكاية اختصار الحدوديات وجمع وطرح وضرب الاسم نعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. يعني قدامنا فيديوهين ونخلص المنهج بالكامل ان شاء الله. يبقى احنا نقسم المنهج على 3 فيديوهات. ده الفيديو الاول، يا ريت تروحوا تحلوه بايديكم مرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله نلتقي في الفيديو التاني قريبا بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.